بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في حل أهم الأسئلة الموجودة على lesson 5 unit 3. أنا عارف من الدرس إن أنا لو جمعت كل الأنجلز دي يديني كام؟ يديني 360. فالأنجلز دي عبارة عن ال 90 لأن دي right plus ال 66 plus 3x plus x equal 360. لو جيت عملت 90 156 الكلام ده plus 3x plus x يعني 4x equal 360. خد ده ودي الناحية التانية بالماينس يبقى 4x equal 360 minus 156 يعني ال 4x equal 204. تاخد ال 204 تعملها divided 4 تطلع معاك ال x ب 51. خش على اللي بعده. طيب انت معاك الشكل ده كله ب 360 صح؟ فلو عملت ال 70 يعني انا عايز اجيب الحتة دي اجيبها ازاي؟ اقوم قايل 360 minus اجمع كل دول 70 plus 100 plus 110 يطلع معايا الحته دي ب 80. طيب انت عارف ان ده كله ستريت انجل صح كده؟ يعني 4x plus 80 equal 180. يعني 4x equal 180 minus ال 80 يعني ال 4x equal ال 100. يبقى ال x equal 100 divided 4 يعني ال x equal 25. تعال نخش هنا. انا عارف معلومه ان الحته دي كلها ب ستريت انجل يعني 180. لو دي ب 3x فالحته دي بكام؟ 180 minus 3x. نفس الكلام هنا دي كلها ستريت انجل. لو دي ب 2x فيبقى الحته دي ب 180 minus 2x. طيب انت لو جمعت كل دول يديك كام؟ 360 صح؟ يعني لو قمت قايل ال 60 تعال نكتب الارقام الاول جنب بعض 130 بلس 180 minus 3x بلس 180 minus 2x 150 اهو. نيجاتيف 3x minus 2x يعني نيجاتيف 5x. الكلام ده equal 360. خد ده ودي الناحيه الثانيه بالعكس يعني نيجاتيف 5x equal 360 minus 550 يعني نيجاتيف 5x equal نيجاتيف 190. انت عايز الاكس طبعا النيجاتيف دي تطير مع النيجاتيف دي او تقول نيجاتيف 190 ديفايدد نيجاتيف 5 الواحده ب 38 تطلع معاك الاكس الواحده ب 38. طيب تعالى نخش على الشكل ده ترينجل فمجموع الانجلز اللي هنا بكام؟ 480. فلو الحته دي ب 30 والحته دي ب 90 يبقى الحته دي بكام؟ يبقى الحته دي ب 60 صح؟ 180 minus 30 plus 90 تطلع معايا ب 60. طب لو دي ب 60 فدي اكيد ب 60 ليه؟ vertically opposite angle فالحته دي ب 60. تمام يبقى ده بلس ده بلس ده بلس ده ب 360 يعني 4x plus 3x plus 5x plus 60 equal 360. ده كده بكام؟ ب 12x plus 60 equal 360. يبقى ال 12x equal 360 minus 60 يعني 300. يبقى ال x equal 300 over ال 12. تعال نخش على الشكل ده. الشكل ده فيه معلومة مهمة ان الحتة دي ب 50. عرفت منين؟ عرفت من الباراليل شكل الاف اهو. ادي الباراليل اهو شكل الاف ماشي. فلو الحته دي ب 50 تبقى الحته دي بكام؟ تبقى الحته لو الحته دي ب 50 تبقى الحته دي كمان ب 50. طيب ده كله ترينجل صح كده؟ صح. يعني انا عايز اجيب الانجل اللي اتبقت دي هجيبها ازاي؟ هقوم قايل 180 ماينس ال 50 بلس ال 70 صح كده؟ تطلع معايا ب 60. تطلع معايا الحته دي ب 60. طيب انا جبت الحته دي ب 60 يبقى الحته دي كمان ب 60 عشان هي قدها ايكوال. طيب مش انت عندك ان انت كل ده كده ستريت انجل فلو الحته دي ب 50 تبقى الحته دي 180 ماينس ال 50 يعني تطلع معايا ب 130 صح. وكمان ممكن تقول حرف اليو من البارل صح برضه. طيب الشكل ده كله وانا معايا الحته دي ب 60 الشكل ده كله بكام؟ ب 360 صح كده؟ صح. يبقى عشان اجيب الاكس اقوم قايل 360 ماينس ال 50 بلس 130 بلس ال 60 تطلع معاك الاكس بكام؟ تطلع معاك الاكس ب 120. او ممكن تجيبها بحاجه اسهل من كده ان انت معاك الحته دي ب 60 هتلاقي حرف اليو هنا من الباراليل فيبقى دي بلس دي بكام؟ ب 180 فلو دي ب 60 تطلع معاك دي ب 120. طيب فهنا لو انا عايز اجيب الانجل دي هقوم قايل ايه؟ هقوم قايل 360 ماينس ال 90 بلس 120
بلس ال 85 صح كده عشان اجيب الانجل دي. تطلع الانجل دي ب 65. مديك بارلل، فانت لازم تستخدمه في انك تدور على حرف يو، حرف زد، حرف اف، اي حرف. مش هتلاقي غير حرف اليو وحرف السي. بص كده، الشطاره فين؟ الشطاره انك تحدد الانجلز الايكوال بعض. هتلاقي ان الحته دي ايكوال الحته دي، ولا الحته دي، ولا الحته دي. خليني اقول لك، بص انت لو عندك ده بيبقى حرف اليو. بص حرف اليو بيبقى عباره عن ايه؟ حرف اليو بيبقى ماسك في خط الباراليل، والخط اللي ماسك فيهم هما الاثنين ده بيبقى حرف اليو. يعني بص كده، ده الخط اللي ماسك في الخط ده والخط ده، يبقى الانجل دي اللي ماسكه في الخط الباراليل والخط ده، الانجل دي هي اللي بلس الانجل دي 480. فاهم؟ اللي ماسكه برده من الباراليل ونفس الخط. فلو انا قمت جاي، فين الانجلز اللي ايكوال بعض؟ نفس الكلام، اللي ماسكه في الخط ده والخط اللي ماسك فيهم هما الاثنين، اللي هو ده اللي ماسكه فيهم هما الاثنين، يبقى دي هنا الخط ده والخط ده اللي ماسكه فيهم هما الاثنين الحته دي. طبق كلامك هنا، فيبقى انت عرفت ايه؟ يبقى انت عرفت ان الحته دي كده بلس الحته دي كده ب 180، اللي ماسك في الخط ده واللي ماسك في الخط ده واللي ماسك في الخط ده واللي ماسك في الخط ده. يعني 85 بلس اكس بلس 65 بكام؟ 480. تقدر تجيب الاكس بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. خش على السؤال اللي بعده. هنا الراجل بيقول لك ميجر انجل A ايكوال ميجر انجل B. خلاص، يعني 3x minus 55 ايكوال 2x. هات الاكسات في جنب لوحديه والارقام في جنب لوحديه، ده جنب الاكسات وده جنب الارقام. يبقى 3x minus 2x equal 55. 3x minus 2x يعني x. x equal كام؟ 55. الاكس ب 55. ده معناه ان الحته دي بكام؟ ده معناه ان الحته دي ب 2 multiply ال 55 صح كده؟ ان الاكس ب 55 يعني 110. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحته دي ب 3x minus 5، يعني 3 multiply 55 minus 55 تطلع معاك ب 110. طب انت عندك ده وده بارل، يعني تعرف تجيب حرف اليو من هنا اهو صح كده؟ فالحته دي الحته دي بلس الحته دي بكام؟ 180. دي ب 110 تبقى دي ب 70. خش على اللي بعده. هنا بقول لك ان ال A B C D parallelogram. لا احنا مش في السؤال ده، احنا في السؤال ده. ال A B C D parallelogram. خلاص ال D B ده diagonal، وال A C ده برضه diagonal صح كده؟ تمام. ففي الباراليلوجرام الدياجونالز بتسكت ايتش اذر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الدي بي هيتقسم حتتين قد بعض بالظبط، اللي هم مين؟ اللي هم الدي ام والبي ام. والاي سي هيتقسم حتتين قد بعض، الاي ام والام سي. دول ايكوال ودول برضو ايكوال، يعني الحته دي قد الحته دي، والحته دي قد الحته دي. طيب يعني انا عندي الحته دي قد الحته دي، يعني ال 2y equal 3y minus 4. ودي 3y هنا، يعني 2y minus 3y equal negative 4. يعني negative y equal negative 4. يعني الواي بكام؟ ب 4. طير النيجاتيف دي مع النيجاتيف دي. الواي ب 4. طيب يبقى الاكس بكام؟ x plus y equal 10. الواي ب 4، x plus 4 equal 10. يعني الاكس بكام؟ يبقى الاكس ب 6. خش على اللي بعده. بقول لك ان البي اي باراليل السي اف. لا ده انت تبروف ان البي اي باراليل السي اف. طيب روح هات كل حاجه انت عارفها. ده شكل بيتكون من 4 سايدز 1 2 3 4. معنى كده ان لو جمعت كل الانجلز اللي جوه يديني 360. يعني انا عايز اعرف دي، هقوم قايل 360 ماينس اجمع كله، ادي 30 بلس 110 بلس ال 60. يلا تطلع معايا الكلام ده كله يطلع معايا ب 60. يعني الحته دي ب 60. طيب هات كل حاجه انت عارفها. ده كله بكام؟
480 والحته دي قد الحته دي، صح كده؟ صح. يعني لو سميت دي اكس فدي كمان اسمها اكس، يعني اكس بلس اكس بلس 60 ايكوال 180. يعني ال 2x ايكوال 180 ماينس ال 60 يعني 120. تطلع الاكس معاك بكام؟ 120 ديفايدد ال 2 60. الاكس الواحده تطلع معاك ب 60. طيب يعني ده 60 وده 60. كده انا جبت كل حاجه انا عارفها. طيب خليني اقول لك على حاجه. مش علشان انجل اف سي اي equal angle ABC corresponding فيبقى ال FC parallel ال AB. بص كده corresponding يعني حرف ال F. بص كده هتلاقي حرف ال F اللي فوق مع اللي فوق. مش ده حرف ال F؟ فمعنى ان هما equal عشان حرف ال F يبقى هما ايه؟ يبقى هما parallel. بقول لك اثبت لي ان ABCD parallelogram. روح هات كل حاجه انت عارفها. روح هات كل حاجه انت عارفها. كل حاجه انا عارفها يبقى دي ب 65 vertically opposite angle. كل حاجه انا عارفها يبقى ده straight angle، صح كده؟ فيبقى الحته دي 180 minus 65 يعني 115 ودي قدها عشان vertically opposite angle 115. ده كله triangle فيبقى الحته دي 180 minus 34 plus 115 تطلع 31. يبقى الحته دي 31. ايه ده؟ انت اكتشفت معلومه ان ده parallel ده. تقول لي ازاي؟ بص حرف الزد. بص كده ده parallel ده. وخلي بالك انت لو رحت هنا تجيب الانجل دي فهي 180 minus 31 plus 115 فيبقى الحته دي ب 34. تلاقي برضو حرف الزد ظهر معاك اهو. خلي بالك ان انت في الباراليلوجرام عشان تثبت ان هم او الشكل ده باراليلوجرام لازم تثبت ان كل تو سايدز عكس بعض باراليل او كل تو اوبزيت سايدز باراليل. فانت هنا عندك ان اي دي باراليل البي سي، يبقى انت اتبقى لك انك تقول له ان كمان دي سي باراليل اي بي. لو اثبتت ان دي سي باراليل اي بي فانت اثبتت ان هو باراليلوجرام وانت اثبتت من حرف الزد، صح كده؟ فهتقول له ان علشان انجل اللي هي 30 دي اللي هي دي سي ام ايكوال انجل ام اي بي. وخلي بالك نفس الكلام برضو على الانجل دي والانجل دي اللي هي السي دي ام ام بي اي عشان الانجل دي ايكوال انجل دي والانجل دي ايكوال انجل دي. خلي بالك هم ايكوال بسبب الالترنيت اللي هو حرف الزد فيبقى على طول دي سي باراليل الاي بي. وعلشان الدي سي باراليل اي بي فيبقى الشكل اللي قدامك اللي هو اسمه اي بي سي دي ماله باراليلوجرام. تعال هنا اثبت لي ان اي بي سي دي باراليلوجرام. انت معاك ده باراليل ده، لو اثبتت ان ده باراليل ده يبقى خلاص باراليلوجرام. او ممكن تثبت حاجه كمان، لو اثبتت ان ده ايكوال ده وفي نفس الوقت باراليل يبقى خلاص ده باراليلوجرام. او عندك حاجه كمان، لو اثبتت ان الانجل دي ايكوال الانجل دي والانجل دي ايكوال الانجل دي فده يبقى باراليلوجرام. خلينا رقم واحد نستفيد من الباراليل اللي الراجل مديهوني. الباراليل اللي الراجل مديهوني جاب لي حرف اليو فعرفني معلومه. عرفني ان الانجل دي بلس الانجل دي بكام؟ 480، صح كده؟ يعني 4x بلس 10 بلس 3x minus 40 equal كام؟ equal 180. 4x plus 3x يعني 7x. 10 minus 40 يعني negative 30. يعني 7x equal 180 plus 30 يعني 7x equal 110 يعني الاكس بكام؟ ب 30. طلعت الاكس ب 30. طيب معنى كده ان الانجل دي بكام؟ الاكس ب 30
يبقى الانجل دي على طول 130. صح. شيل الاكس وحط بدلها 30. طيب ومعنى كده ان الانجل دي بكام؟ معنى كده ان الانجل دي ب 50. طيب انت برضو عندك حرف اليو بنفس ده وده عشان هما بارل بس الناحيه الثانيه كده، فيبقى الحته دي بلس الحته دي بكام؟ 480. يعني انا لو عايز اجيب الحته دي تقول لي 180 ماينس 50 يعني كام؟ يعني 30. 130 قصدي. فاكتشفت ايه؟ اكتشفت ان ده ايكوال ده وده ايكوال ده، فيبقى each two opposite angle are equal، فيبقى الشكل ده بارالوجرام. طيب اعمل لها البروف ازاي من الاول خالص بقى؟ يعني تعالى نعمل البروف من الاول خالص. دي سي parallel اي بي، فيبقى angle C plus angle B equal 180. فانت تطلع على طول ان الاكس بكام؟ طلعنا الاكس ب 30، فتطلع على طول برضو انجل B تقول equal 130 وتطلع انجل C equal 50. وهتقول برضو علشان ال DC parallel AB فيبقى انجل A plus انجل D بكام؟ 180. فيبقى انجل دي بكام؟ 130. بس كده. هتقول له بقى علشان each two opposite angles are equal فيبقى الشكل اللي قدامي اللي هو A B C D parallelogram. لو مش عايز تكتب each two opposite angle are equal هتقول له خلاص angle A equal angle C اللي هي اللي قدامها وانجل B equal angle D، بس دي هي دي. وشكرا. خش على اللي بعده. معرفش هو عايز مني ايه، انا هجيب كل حاجه انا عارفها. ده ترينجل، فالانجل دي اعرف احسبها بسهوله. 180 minus 45 plus 70. تمام. 180 minus 45 plus ال 70 يطلع معايا 65. ده كله ستريت انجل، فالحته دي ب 70 تبقى الحته دي بكام؟ 110. 180 minus 70. ده كله شكل بيتكون من 4 سايدز، فلو جمعت الفور انجل دول يطلع لي 360. اعرف اجيب اللي اتبقت لي؟ اه طبعا. 360 minus 65 plus 115 plus 110 تطلع معايا الحته دي ب 70. طيب انت مش ملاحظ حاجه؟ تقول لي ايه؟ هقول لك ان الحته دي ب 65 صح، ايكوال الحته دي 65 والحته دي 115. او تعالى نعملها بلون تاني. ايكوال الحته دي. خلي بالك الحته دي عباره عن ايه؟ ال 70 بلس ال 45 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 115. يعني each two opposite angles are equal، يبقى ده بارالوجرام. هتلاقي الراجل بيقول لك اثبت لي ان ده بارالوجرام بس. فانت اخر خطوه هي هنا ان علشان each two opposite angle are equal فيبقى الشكل ده بارالوجرام. طب باقي الحاجات هتقول له علشان ABE is triangle صح، فيبقى اللي هي ال 45 او فيبقى انجل ثواني، فيبقى انجل EAB plus انجل AEB plus انجل B equal كام؟ 180. فانت على طول تطلع له انجل B ب 65 وتقول له علشان انجل E straight angle فيبقى انجل AEC بكام؟ 110. وهتقوم بقى قايل علشان ال ADCE quadrilateral فيبقى انجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي 360 فتجيب الانجل دي. بعد كده تقوم قايل عشان هما two opposite angles are equal فيبقى ال ABCD parallelogram. خش على اللي بعده. بيقول لك قول لي البي تبقى بكام والاي تبقى بكام عشان الشكل ده يبقى باراليلوجرام. سهله جدا. عشان يبقى باراليلوجرام فكل اتنين قصاد بعض باراليل وايكوال، يعني b minus 1 equal 2b minus 5. حل ايكويشن عاديه، خلي هنا البي وهنا الارقام فيبقى هنا b minus 2b ويبقى هنا نيجاتيف 5 بلس 1. b minus 2b يبقى نيجاتيف b، نيجاتيف 5 بلس 1 يعني نيجاتيف 4. تطلع البي معاك بكام؟ ب 4. النيجاتيف ده يطير النيجاتيف ده. طب مش انت عارف ان ده وده باراليل؟ اه. وده باراليل؟ اه. طب ما انت عندك حرف الزد يا عم.
صح؟ يعني دي قد دي، يعني a minus 11 equal 32. يبقى ال a equal 32 plus ال 11 تطلع معاك ال a بكام؟ ب 43. خش على اللي بعده. هات لي الاكس اللي يخلي الشكل ده باراليلوجرام. طيب عشان يخلي الشكل ده باراليلوجرام فلازم يبقى ده باراليل ده، صح كده؟ صح. فيبقى الحته دي بلس الحته دي بكام؟ 480 عشان حرف اليو، يعني اكس بلس 420 بكام؟ 480. يبقى لازم تطلع الاكس معاك بكام؟ 60. انجل اي بلس انجل سي بكام؟ 140. انا بقول لك ان الشكل ده باراليلوجرام، عرفت منين؟ عشان كل اتنين قصاد بعض باراليل، ده باراليل ده وده باراليل ده، يبقى الشكل ده باراليلوجرام. طيب يبقى انجل اي ايكوال انجل سي. انا بقول لك ان الاثنين على بعض ب 140، يبقى الواحده ب 70، صح؟ ما هم ايكوال، فهتقوم عامل 140 ديفايدد 2. طب يبقى انجل بي بكام؟ 180 ماينس ال 70 عشان ده حرف اليو باراليل 110، او كل اتنين قصاد بعض مجموعهم 180. ده ايسوسيلس ترينجل، ايسوسيلس ترابيزيوم، معناه ان الحته دي قد الحته دي، تمام؟ يعني 2a minus 3 equal a plus 4. هات اللي هات في جنب لوحديه، يعني 2a minus a equal 4 plus 3، يعني ال a equal 7. تعالى هنا، ده كده باراليلوجرام عشان كل اتنين قصاد بعض باراليل، وده هنا باراليلوجرام عشان كل اتنين قصاد بعض باراليل. طب واحده واحده. في الشكل ده باراليلوجرام الاتنين اللي قصاد بعض مالهم ايكوال، صح؟ فيبقى الحته دي بكام؟ 120. والاتنين دول لما اعمل لهم بلس 180، فالواحده ب 50، يبقى الحته دي بكام؟ 130. طب دول كلهم انجلز حوالين نقطه، صح؟ يعني 120 بلس 130 بلس الاكس بكام؟ 360. فتعرف تطلع الاكس بسهوله. بيقول لك ان اي بي سي دي باراليلوجرام، يبقى ده بلس ده بكام؟ 480. يعني 3x بلس x equal 180، يعني 4x equal 180. تعرف تطلع الاكس بمنتهى السهوله. 180 ديفايدد ال 4 تطلع معاك الاكس 45. يعني دي 45، هو عايز الايه. طب ما دي قد دي، صح كده؟ فلو دي 45 يبقى الايه هي كمان ب 45. الراجل بيقول لك ان اي بي سي دي باراليلوجرام، يعني معناها ان دي بلس دي بكام؟ 180. فلو دي ب 130 تبقى دي بكام؟ تقول لي ب 50. دي عكسها اهي، يبقى دي كمان ب 50. طيب دي بكام؟ ب 90، يبقى دي كمان كام؟ يبقى دي كمان 90، عشان كلها ستريت انجل، في الحته دي ب 90 تبقى دي ب 90. طيب مش ده كله ترينجل؟ تقول لي صح. فالحته دي بكام؟ 180 ماينس ال 50 بلس ال 90 تطلع ب 40. بقول لك ان الشكل ده باراليلوجرام، كل اتنين قصاد بعض ايكوال، يعني 8b minus 7 equal 6b plus 1. هات لي البي. يبقى 8b minus 6b equal 1 plus 7. 8b minus 6b يعني 2b. 1 plus 7 يعني 8. يبقى البي بكام؟ ب 4. البي ب 4. طيب عايزين نروح نعمل الكلام ده على الايه. تقول لي سهله. 9a minus 4 equal 7a plus 8. يعني 9a minus 7a equal 8 plus ال 4. يعني 2a equal 4 plus 8 12، يعني ال a ب 6. 6 plus 4 10. خش على اللي بعده. نكون قدرنا ان احنا نحل اهم الاسئله اللي موجوده على lesson 5 في unit 3. اشوفكم على خير ان شاء الله في الهوم ورك اللي جاي.